مصدر قريب من الاتحاد العراقي لكرة القدم يأكد لي، مصدر موثوق يعني، يأكد لي خبر إقالة المدرب كاساس من تدريب المنتخب العراقي، وهناك من المفترض اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لاختيار المدرب البديل وإقرار إقالة مدرب منتخب العراق كاساس. لك تعقيب؟ لا ان شاء الله يكون الخبر صحيح. انا قلت لك خلاص اكيد انه ترجع للمنافسه. لا بالروحي يختارون حكيم شاكر، يختارون لا بالروحي للمنتخبات. يعني اي واحد، انا في وجهه نظري اليوم لو فقط تشتغل على الجانب النفسي بامكانك انه تظهر بشكل افضل ما نعم. بس الجانب النفسي نعم. يعني في بعض الاحيان تشتغل على الجانب النفسي مع نوعيه اللاعبين الموجودين بامكانك انك تخلق الفارق. عندك مباراه مع كوريا في ملعبك بين ارضك وبين جمهورك، وعندك مباراه مع الاردن. نعم. والمباراه مع الاردن لها طابع خاص وتنافس خاص بين العراق وبين الاردن، فان هذين مباراتين تشتغل عليهم بجانب نفسي ممتاز، يكون في عداله في عمليه اختيار اللاعبين، يكون في عداله في عمليه التجمع في لاعبين مدى ياخذون ما اخذوا استحقاقهم، مثل حسن قوقيه، محمد قاسم، من ابرز اللاعبين. اني يعني اشكل خصوصا في هذه المباراتين كنا محتاجين لاعبين بنوعيه محمد قاسم وحسن قوقيه. ليش؟ لانه المنتخب الفلسطيني والمنتخب الكويتي يدافع بمنطقه ومسكر الفراغات، محتاج على لاعب مهاري، لاعب يخلق الفارق من ناحيه المهاره والتسديد. نعم. التسديد، لانه مع التكدس الدفاعي اللي موجود ممكن بامكانك انك تخلق. احنا صار مباراتين، كم تسديده عندنا؟ ما عندنا تسديدات، كلها يعني كل التسديدات طائشه، تسديدات غير مركزه، تسديدات غير يعني مو فريق خالقها او مو مجموعه خالقها او حتى مو افراد خالقيها. فان شاء الله انه يكون الخبر صحيح، لانه اللي صار لكاساس واللي قدم لكاساس والاتحاد كرة القدم صراحة شيء كبير. على الاتحاد انه ياخذ قرار جريء، وقرار يعني قرار في محله. انا اشوفه قرار في محله، مو قرار انك انت ممكن مشروع مستقبل. كاساس مو مشروع مستقبل صراحة. صار 2.5 سنين، شنو الاضافه اللي اضافها كاساس؟ ما ايش تفكر في يعني من اللي جاهز الحين غير كابتن حكيم مثلا قلنا؟ ابو عبد عندك محليين موجودين؟ ابو سعود، انا ما ادخل بهاي التفاصيل، انا مالي دخل بهاي التفاصيل. السؤال هذا كان لقطر او حتى للعراق. اليوم هذا مصير منتخب يمثل البلد. احنا حتى كاساس الاتحاد ما يدفع رواتبه، الدوله تدفع رواتبه. يعني شنو للعراق 45 مليون؟ شنو ما يستاهل مثلا تجيب مدرب على اعلى مستوى مثلا يعني؟ او ممكن ان انت تختار، شوف شنو نوع الاختيار اللي انت تختاره. بس بالسرعه هذه اللي تشيلها اليوم لازم عندك عندنا 70 يوم. في شهرين ابو سعود، عندنا 70 يوم. شنو سرعه الهاي؟ انت مو تقول لي مباراه، يعني لو بعد مباراه الكويت انا اقول لك الاقاله ممكن كانت مستعجله، لكن انت عندك بعد شهرين، صح ولا لا؟ نعم. متى هي؟ احنا هسه راح ندخل بعدنا بالرابع، وعندك بشهر 6 مباراه، فانت عندك اقل شيء 2 ونص. 70 يوم. 70 يوم. انت بهاي 70 يوم عندك دوري شغال، صح ولا لا؟ نعم. دوري شغال، منافسات موجوده، اللاعبين الموجودين محترفين. شوف المباريات السابقه، التعلم المباريات السابقه، وانت ترى داتا اليوم موجوده، داتا موجوده صح. اليوم حتى اللاعبين اللي موجودين خارج العراق ما موجودين ومعروفين. يعني اليوم مثلا يوسف الامين يطلع سؤال منطقي، انا هسه ايش قد حكيت وايش قد هذا، زيدان وينه؟ وين زيدان؟ واحد يلعب باهم الدوريات الاوروبيه، لعب في المباراه السابقه. اليوم زيدان ما موجود، حتى ما نزل كبديل ما نزل. يعني من يسالون اللاعب يقولوا له انت ليش ما عرفت؟ يقولون مو انا، روح اسال المدرب. يعني صراحه يعني ما اعرف حتى الكابتن ممكن يكون عقوبه. هي عقوبه. سوى ما انت المباراه ما نزلت عليه هنا، اخر مباراه لما سووا اللقطه عقوبه، ممكن عاقبوا الاداره. منو عاقب؟ عاقبوا زيدان. وليش يعاقبوا؟ على شنو؟ مباراة مع الكويت اللي سوى الحركه، ما تذكر انت ولا؟ ايش سوى حرام؟ ما له دخل، هاي الموضوع راح انتهى. لا انتم طلبتوا عاقبوا، دحين بغيتوا كيف يرجعونه؟ وين انا ما طلبت بتعاقب، مش بتعاقب المنتخب انت لما لا على بايش قلت انه هو عاقب المنتخب؟ لا قصدي لا، اللقطه اللي سواها على الكويت صارت مشكله، ما قلت المفروض الاداري يمسكوه وكذا وكذا. لا اعتقد عاقبوا ما دام ما لعب عاقبوا. لا عقوبه ولا هذه، لا عقوبه ولا لا ابدا. هو المدرب حتى منه ما يلعب. غير 7 مغير 7 يا زلمه، شو معاقب 7؟ ما هو مغير 7 لاعبين، غير 7. حتى ميمي، حتى مهند يعني اليوم ما شاف ملعب. اي صح، حتى ملعب ما شاف، لا هو لا زيدان. لا حرام والله، ميمي حرام. ولعب لاعبين يعني لاعبين شباب جيدين، لكنه انت وقت وظروف المباراه ما تسمح انهم يكونوا موجودين. يعني محمد الطاهي، شليمون،
يعني حتى بيتر غورغيس اللي انت لعبته في المباراه اللي كنت مستبعده من القائمه وبعدين جبته للقائمه وبعدين لعبته اساسي، اليوم ما لعبته. في يوم وليله اختاره، ها؟ وكان مختاره في يوم وليله بس. لا ويستهزئ، يضحك على الصحفيين، يقول انتم تريدون نفس الفريق اللي انا لعبت به بمباراه الكويت العب به بمباراه فلسطين. يعني حق المؤتمر الصحفي كان. اي ذاك المؤتمر الصحفي. لكن يا كابتن اختيار مدرب لازم يشوف اسلوبه. الفريق العراقي يتميز بالتكتيك، فريق تكتيكي ولاعبينه على جوده عاليه، لذلك لازم تجيب له مدرب يتناسب مع عقليتهم، مدرسه تتناسب مع امكانيات اللاعبين. لو جبتها بتنجح، ممكن تجيب مدرب ناجح لكن اسلوبه ما يتناسب مع اللاعب العراقي. لان شوف انت الحين الهدف اللي جا كيف عرضيات، العراق في ميزات كذا، في ميزات جمل تكتيكي على مستوى، تجيب له مدرب متمكن في هذا الجانب ان شاء الله 5 6 فرص قادرين يسجلوا، بس مدرب صح، مش مدارس مثل اللعب المفتوح او اللعب كذا والاستحواذ، ما تناسب بعض المدارس ان بعض اللاعبين يبغي لها وقت فتره زمنيه. فاللاعب تكتيكي رقم 1. كل التوفيق ان شاء الله لهم بالمرحله القادمه، اتمنى ان شاء الله نشوف المنتخبات العربيه والمنتخبات الخليجيه ان شاء الله موجودين في كاس العالم ان شاء الله، ويعوضون ان شاء الله في المرحله. بعدين افريقيا احسن منا، شوف افريقيا خالد يمكن 5 يتاهلوا مدري 6، حتى السودان بيتاهل. دحين احنا عرب اسيا شويه مشكله عندنا، اما افريقيا ما شاء الله رايحين كلهم كاس العالم. شوف انت حتى السودان متصدر على السنغال. طيب احنا منتخبنا عندنا املنا نكون كثالث وكرابع. نعم. تتوقع وين يروح منتخبنا؟ انا اتوقع في الملحق ثالث. ثالث. احمد السيد. اتوقع رابع. رابع. عبد العزيز. اتوقع الثالث يروح ان شاء الله. الثالث. نشأت. رابع. خالد. الامارات ثالث وقطر. تعرض المنتخب العراقي إلى موجة من الانتقادات الجماهيرية والإعلامية على خلفية الخسارة أمام نظيره الفلسطيني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم. الانتقادات شملت اتحاد الكرة العراقي وشددت على حتمية رحيل الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب وإيجاد بديل مناسب. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا علي رياح من بغداد. أطلقت خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني موجة الانتقادات في كل الاتجاهات، وفتحت الباب مشرعة للحديث عن منظومة اللعبة برمتها، إذ لم يعد خيسوس كاساس وحده هدفا لغضب الجماهير العراقية، إنما امتد الأمر ليشمل كذلك القائمين على اتحاد الكرة العراقي والذين تجاهلوا حالة الهبوط المستمر للخط البياني للأداء في عهد المدرب الإسباني، ليصل الحال بالمنتخب إلى خسارة 5 نقاط في ظرف 5 أيام، وتدخل آماله وحساباته في الوصول إلى كأس العالم دائرة التعقيد وربما المجهول. معقولة هذا المنتخب العراقي يخسر ويا الكويت 2-0 قول تعادل ويا فلسطين؟ مع الاسف صح لو انت وراك برازيل وراك المانيا، انت اذا هاي الفرق ما تعبرها قعدوا وسكتوا، والله جريمه هاي الوعي يفتون المنتخب. تعرف شنو اللي يلبس الفانيله مال المنتخب شرف العراقي له، صح لو لا؟ لازم يستبدلون مدرب وش كم لاعب همه، مو بس المدرب، لعبهم بارد كلش بارد، ومن يجيبون هدف بعد ها هي يعني يسيطرون يبردون. مطالبة جماهيرية متكررة برحيل كاساس بعد أكثر من إخفاق على الصعد الخليجية والعربية والآسيوية لم تجد آذانا صاغية لدى الاتحاد، بينما كان المنتخب عرضة لتجريب غير مألوف في استدعاء واستبعاد اللاعبين. الإحصاءات تتحدث عما يصل إلى 110 لاعبين جربهم كاساس خلال 2.5 من عمله دون أن يصل إلى تشكيل مستقر أو أقرب إلى الاستقرار. حقيقة استدعت تحركا برلمانيا عاجلا للتحقيق في الأمر، بينما تنتظر إجراءات حكومية مناسبة لوقف التداعي بعد أن قدمت الحكومة دعما غير مسبوق للاتحاد وللمنتخب لم ينتج سوى واحد من أكثر المنتخبات التي عرفتها الكرة العراقية تعثرا وإخفاقا. المنتخبات البسيطة مثل فلسطين أو الكويت وما جاي يدبروها، شلون هذا راح يتأهل راح يتواجه ويا لواعيب من كأس العالم؟ فكان هو السبب كله اعتماد اللاعبين على أيمن حسين. هذه نقطة ثانية خطة المدرب خطة فاشلة. أول شيء عدم اختيار تشكيلة مناسبة وعدم استقرار على تشكيلة بالمجمل. أنت المنتخب أو أي منتخب أو أي نادي رياضي يراد له استقرار
على مود يشتغل. هو هاي اي نادي رياضي هيك الرد له. فاذا اكو مشاكل بالاتحاد واذا اكو مشاكل باختيار التشكيله واذا اكو تدخلات واذا اكو بيئه مو صحيه للمنتخب فاكيد المنتخب يتخبط. تنتظر المنتخب العراقي في حزيران يونيو المقبل مواجهتان على جانب كبير من الأهمية والصعوبة أمام كوريا الجنوبية والأردن. حقيقة تستدعي إجراءات سريعة لحصر التداعيات والأضرار وتصحيح المسار أملا في عدم التفريط بتذكرة الذهاب إلى المونديال. علي رياح، بين سبورتس، بغداد. اقتنص المنتخب الأردني نقطة ثمينة أمام مستضيفه منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء على استاد